فارس وقائد عسكري إنجليزي صليبي من فرسان الهيكل. في عام 580 هجريا أعجب روبرت بأخلاق الفرسان المسلمين الذين كان يقاتلهم، وتأثر بأخلاقهم ومروءتهم وشجاعتهم وبصلاح الدين خصوصا وأسطورته التي كانت تخطف قلوب كل من يسمعها. ثم أدرك أن المسلمين هم الأتباع الحقيقيين للمسيح عندما علم بعض النصوص التي تتحدث عن النبي الله عيسى عليه السلام ومدى تكريمه في القرآن، لذا ترك المسيحية ودخل في الإسلام، وكان معه 5 فرسان آخرين أسلموا معه. ذهب روبرت إلى السلطان صلاح الدين وأعلن إسلامه، وزوجه صلاح الدين إحدى قريباته، وتم تعيينه كقائد عسكري في جيش المسلمين. وكان روبرت من قادة الجيش الذين حرروا بيت المقدس في معركة حطين، وقاتل ببسالة هو وفرسانه. وتوفي روبرت في ذلك العام التي تحررت فيه القدس من أيدي الصليبيين وعادت للمسلمين. وبس كده يا صديقي، وما تنساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. سلام.